يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين المبشرين بالجنة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وأسكن معهم في الفردوس الأعلى من الجنة، آمين. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. يمثل الأول من سبتمبر سنة 61 و900 وألف حدثا تاريخيا إريتريا عظيما، الذي دوى فيه الرصاص معلنا ميلاد الكفاح المسلح ضد الاستعمار الأثيوبي بقيادة الشهيد حامد إدريس عواته. هذه الثورة التي انطلقت في 61 من أعظم محطات التاريخية لإريتريا، والتي ثبتت في كل جيل من الأجيال، الرعيل الأول والذي بعده والذي بعده أيضا. وهنا نتساءل: ما أبرز الظروف التي دافعت الشعب الإريتري لاختيار الكفاح المسلح سنة 61؟ كذلك ما الإنجازات التي تحققت على الثورة على المستوى الوطني؟ ما أهم الدروس التي يمكن أن للأجيال أن تتعلمها وأن تستفيد منها؟ كذلك هل حققت هذه الثورة ما كان يصبو إليه الشعب الإريتري من الازدهار والتنمية والاقتصاد والأمن والاستقرار في الوطن، أم ما زال الشعب الإريتري في ثورة؟ وهل هذه الثورة حققت القضاء على الهجرة وعلى الضعف الاقتصادي وعلى أيضا حسن العلاقة والجوار بين الدول؟ كل ذلك نطرحه أسئلة على شيخنا الدكتور حسن سلمان، الضيف الدائم لحلقة قضايا إريتريا. أهلا وسهلا بكم شيخنا ومولانا. حياكم الله، أهلا بك والمشاهدين. مدخل تاريخي مختصر عن ثورة 61. كان آباؤنا يقولون أعلناها ثورة في 61. يا أتذكر هذا النشيد. كانوا يقولون آباؤنا قديما. فنبدأ تاريخيا. من أجل إيش قال؟ من أجل مصلحة من الملايين. أجل مصلحة الملايين، من أجل كل الكادحين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الثورة الإريترية هي نتاج لنضالات الشعب الإريتري في مواجهة الاحتلال بكل أصنافه. فواجه الشعب الإريتري أو وقع الشعب الإريتري تحت الاحتلال الإيطالي، ثم بعد ذلك تحت الاحتلال البريطاني. وفي فترة الاحتلال البريطاني على كل بدأت القوى الكبرى تنظر في مصائر الشعوب فيما يعرف بحق تقرير المصير للمجتمعات والشعوب. فكانت القضية الإريترية حاضرة في ملفات الأمم المتحدة من خلال الدولة المحتلة في ذلك الوقت وهي بريطانيا. وطرحت على كل مسألة حق تقرير المصير للشعب الإريتري، وحصل اختلافات الآن ليس هذا وقت سردها. يعني هنالك حصل اختلافات ما بين الكتلة الاستقلالية وما بين الكتلة الأخرى التي كانت تنادي بالانضمام إلى إثيوبيا. فلما رأى المجتمع الدولي بأن هنالك انقسام في المجتمع،
وكانت رغبة أيضا بعض القوى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية أنه يعطى أو تعطى هذه القطعة من الأرض لهيلة سلاس في ذلك الوقت، وهو عبارة عن المعمد الأمريكي كما يقولون، هو صاحب المصالح في تلك المنطقة بالنسبة للإمبريالية وبالنسبة للقوى الكبرى على وجه التحديد. فربطت إريتريا فيدراليا مع إثيوبيا بقرار من قرارات الأمم المتحدة. وأذكر وقتها يعني وزير الخارجية الأمريكي أظن دولاس كان يقول المبادئ تقتضي أن الشعب الإريتري يأخذ استقلاله، ولكن منطق المصالح يأبى ذلك. فبالتالي نحن ضحايا كنا لمصالح معينة، مصالح القوى الكبرى التي كانت ترى أهمية أن تصل إثيوبيا إلى البحر بأي شكل من الأشكال، وتكون هذه القطعة من الأرض بشعبها ومواردها وأرضها تكون تابعة على كل للدولة الأثيوبية. أقول النوايا كانت مبيتة منذ البداية، بدليل أن المسألة بعد أن ارتبطت باتحاد فيدرالي ونشأت نتيجة هذا الاتحاد الفيدرالي نشأ دستور إريتري ونشأ برلمان إريتري ونشأت حكومة إريتريا، لكن لم تستمر المسألة طويلا. الإمبراطور هيلي سلاس مباشرة بدأ يتحرك في اتجاه محاولة ضم هذه الدولة أو هذا الاتحاد، بل أن يكون اتحاد فيدرالي، محاولة ضمها ليجعلها واحدة من الولايات الأثيوبية. فكان على كل القوى السياسية الإريترية في وقت مبكر القيادات السياسية تنظر إلى تحركات هيلي سلاس وأنها ذاهبة في اتجاه ابتلاع الدولة الإريترية. فكانت النظرات مختلفة بين من يرى أهمية العمل السلمي وتنظيم العمل السلمي، وهنا نشير إلى حركة تحرير إريتريا بقيادة المناضل الراحل محمد سعيد ناود. كانت حركة سلمية تعمل على تنظيم الإريتريين، وكانت فكرتها فيما يبدو فكرة انقلابية، اللي هي تنظيم الشعب وتنظيم الشرطة الإريترية، والاستناد إلى أن يحصل انقلاب عبر الشرطة الإريترية وتتسلم إريتريا تعلن عن نفسها. كانت هذه فكرة حركة تحرير إريتريا. في الاتجاه الآخر كان في تحرك يرى أن الاتجاه السلمي لن يكون مجديا ولا بد من الاتجاه نحو العمل المسلح، وهنا ظهرت طبعا جبهة التحرير الإريترية، وكانت هنالك قيادات بارزة على كل في الخارج. كانت في القاهرة، بعضهم كان عبارة عن قيادات طلابية، وبعضهم كان قيادات في البرلمان سربت وهربت من داخل إريتريا، ومنهم إدريس محمد آدم عليه طيب، رحمة الله. قبل بس أن تواصل في التاريخ هذا الجميل، هناك عبارة كان يعني يقولونها نصارى إريتريا: جانوهي متسيو بسماي ويل خسلاماي. جانوهي يعني يقصدون به هيلة سلاسي. أيوة. متسيو بسماي يعني جاءكم من السماء. وما ذكرته انه هو الان يعني أيوة. يعني اراد ان يدم. أيوة. ويل خسلاماي، ويلك أيوة. يا ويلك، يا ويلك يا مسلم، يا مسلم. أيوة. هذا التصريح نعم في ذلك الوقت ضد المسلمين نعم كان واضحا، صح، رغم أن أثيوبيا مسلمين ونصارى 65% مسلمين. نعم. وأربعة لم يكن أصلا لهم اعتبار في العهد الأثيوبي. أنت تعرف هيلي سلاس كان ينظر إلى أن أثيوبيا هذه نصرانية، إمبراطورية نصرانية بحتة، وكان يرى إلى أنه بالحق الإلهي يعني. فأيضا جماعة من النصارى إريتريا نعم. كانوا يتبعون هذا الأمر: جانوهي متسيو بسماي ويل خسلماي. نعم. هذا الشعار كان معلنا. نعم صحيح. هذا كان معلنا، ثم مورس عمليا المجموعات بتاعت الكماندوس التي كانت تحرق القرى الإسلامية في عموم إريتريا، كانت نفس هذه المجموعات التي كانت تهتف بهذا الشعار، وهي كانت تذبح وتقتل وتنكل هل ممكن التاريخ يعيد نفسه في إريتريا في ظل هذه الظروف؟ هو التاريخ كما يقولون يعني ظروفه وبيئته مهيئة، وبالتالي هو لا يعيد نفسه ولكنه يتجدد. هو دائما وفق معطيات معينة، ما دام الحيثيات موجودة والمعطيات موجودة وبذور الأفكار موجودة، طبيعي جدا أن الإنتاج سيستمر بنفس الطريقة وبنفس العقلية. فلا تستبعد أصلا أن تكون هنالك مجموعات ترى أن والله هذه هي الوضعية الطبيعية. يعني لما تسمع الآن بعض المجموعات المتطرفة التي تنطلق من إسرائيل أحيانا ومن أوروبا أحيانا، ويقولون بأن على المسلمين أن يخرجوا من هذا البلد ولا محل لهم من الإعراب، هؤلاء ما نزلوا من السماء، ونفسهم أبناء هذا امتداد لهذه التجارب وامتداد لهذا التاريخ. فالتاريخ بهذا الاعتبار كما تفضلت هو يعمل على إنتاج وتوليد نفس الأفكار، تولد أيضا ذاتها.
على جميل. كل طيب نكمل التاريخ بس باختصار عشان ندخل في ضمن نعم يعني في صميم الموضوع. أحسنت. فعلى كل جبهة التحرير كانت هي السباقة في أنه تعلن عن نفسها وتعلن عمل مسلح، وبدأت تبحث على كل عن الشخصية المناسبة. ووقتها كان حامد إدريس عواتة من الشخصيات البارزة اللي كان لها تجربة عسكرية يبدو لي مع الإيطاليين، ثم وكانوا ينشدون يقولون جبهة التحرير قلناها من بدري. نعم جبهة التحرير نعم. نادينا من بدري. أي نعم والله. فالشاهد هنا على كل حتى نكسر، أنا فاكر هذا وأنا طفل صغير يعني. سبحان الله. أي نعم. فحامد إدريس عواتة كان الشخص المناسب الذي حملت له الرسالة من القاهرة بعد أن أعلنت جبهة التحرير طبعا من القاهرة كتنظيم سياسي، فالفكرة كانت سياسية واضحة، لكن الرجل الذي أعلنها في قلب إريتريا هو حامد إدريس عواتة ورفاقه والمجموعة الأولى التي حاولت أن تعلن العمل المسلح. فأعلن حامد إدريس عواتة بالتنسيق مع السياسيين مع القاهرة. وكانوا 7 نعم كانوا 7 أشخاص. لكن القيادات السياسية وقتها على كل كان من الشخصيات البارزة فيهم مثلا إدريس محمد آدم، كان وقتها له علاقة بالبرلمان الإريتري وبالحكومة الإريترية، فكان شاب ألمعي كما يقولون. وأنا حقيقة التقيت معه في أواخر حياته، وكان يحكي الكثير من التجارب. طبعا هو خرج عن طريق بدون عن طريق طيب عثمان صالح سبة متى نعم. جاء؟ عثمان صالح سبة أيضا من الشخصيات السياسية المبكرة، الشخصيات السياسية المبكرة اللي كانت مرتبطة بالبعثة الخارجية فعندك عثمان صالح سبة وعندك إدريس محمد آدم. هذه من المجموعات السياسية التي أطلقت على كلنا الشرارة السياسية، وكان هو نفسه مع الحالة بتاع جبهة التحرير الأولى، وبعدين طبعا انفصل وأعلن تنظيم اللي هو قوات التحرير معروف. الله المستعان. الله المستعان. فأعلنت يوم 1 سبتمبر 1961 شرارة الثورة الإريترية. وهنا طبعا بعد أن أعلنت الشرارة، وكان حول القائد طبعا حامد إدريس عواتة مجموعة من الشخصيات العسكرية، بعضها التحق به من الجيش السوداني اللي هو كانت تعرف أرطة العرب الشرقية، وبعضهم من داخل البلد. على كل جمعوا قطعهم وجمعوا ما لديهم من سلاح وأعلنوا ثورتهم. فكان هذا بالتحديد السبب الرئيسي، لأنهم لاحظوا بأن هيلة سلاس ذاهب في اتجاه إعلان يعني إريتريا، ولذلك لم يستمر طويلا. في سنة 62 مباشرة هيلة سلاس ضمها ضما كاملا، واعتبر أنه ما في شيء اسمه إريتريا ولا في برلمان إريتري، فحل البرلمان وأنزل العلم الإريتري واعتبر إريتريا واحدة من ولايات أثيوبيا. ومن هذا التاريخ بدأ النضال ليستمر معنا إلى 24/5/1991. 30 سنة تقريبا، والشعب الإريتري في مسيرة نضالية واسعة قدم فيها الكثير من التضحيات، دفع فيها الكثير من الأثمان، ظهرت فيها الكثير من البطولات الداخلية والخارجية. وحقيقة هو طيب هل هناك إحصائيات لعدد الشهداء من المسلمين وعدد الشهداء من غير المسلمين؟ هل هناك إحصائيات دقيقة؟ لا، هو على كل ما أعلن رسميا في حرب التحرير أن شهداء التحرير حسب ما أعلنته الحكومة بعد وصولها إلى أسمر أنها 50,000. لكن هل فعلا استطاعت أن تحصي كل من قتل من الفصائل الأخرى؟ حسب ما يقولون على كل كانت حريصة أنها تدون الجميع ليعرف بالتحديد كم. لكن طبعا كما تعرف في الوقت الذي هي لا تعلن الإحصاءات الرسمية لا للمسلمين ولا للمسيحيين، أيضا بنفس الطريقة ما تعلن أيضا قتل من الطرفين يعني أو الشهداء من الطرفين، ما يعلن هذا. طيب جميل. لكن نحن لو اعتبرنا مثلا 50,000 هذا باعترافها هي، نعم، كم نسبة المسلمين منهم؟ خلينا نقول في ذلك الوقت. الآن هم يزعمون أن النسبة 50-50. كم المسلمون من هؤلاء الموتى؟ وعلى كل التحديد فعلا فيه صعوبة التحديد، لأنه يعني عندك الفترات، مثلا الفترات الأولى العشرية الأولى معظم الشهداء من المسلمين، العشرية الأولى، لأن النصارى في ذلك الوقت لم يخرجوا إلى الثورة الإريترية إلا بعد إكمالها ل10 سنوات من مسيرة التأسيس فعندك العشرية عجيب. يعني ال10 سنوات الأولى إحنا فقط المسلمين يعني الذين كنا نقاتل. هل هذه معلومة دقيقة؟ طبعا معلومة دقيقة. الغالبية يعني بدأت الحالة من 61 إلى 74، هذه كانت إلى حد كبير خالصة،
أو الغالبية فيها هو المكون المسلم. بعد ذلك بعد سقوط هيلة سلاس، عشان تكون التاريخ دقيق، بعد سقوط هيلة سلاس وشعورهم بأن إثيوبيا الآن تتجه نحو الشيوعية، وتعرف الشيوعية ألغت حاجة اسمها الفوارق ما بين المسلمين والنصارى في عموم إثيوبيا، وأكثر فترة فعلا المسلمون وجدوا فيها حقوقهم بشكل إلى حد ما متساوي مع غير المسلمين كانت فترة منغستو هايلة مريم. هذه الفترة شعر فيها عموما أبناء الهضبة الإريترية من النصارى بأنه والله خلاص لا مستقبل لهم في إثيوبيا، وبالتالي المزاج العام تحول نحو الذهاب إلى الثورة الإريترية. هذه كانت النقطة الفاصلة. والسبب في ذلك لأن الخلفية الكبيرة اللي هم أصلا كانوا ينطلقون منها هي الوحدة مع إثيوبيا، هي الوحدة مع إثيوبيا. لكن هذه النقطة تحديدا سقوط هيلة سلاس وظهور نظام جديد، ثم هذا النظام الجديد في البداية الأمان عندهم اللي هو كان من أبناء أيضا إريتريا من الحماسين، كانوا يعولون على أنه يمكن والله أمان عندهم يعلن حالة تكون في صالح المسلمين، لكن أو في صالح إريتريا بشكل عام، لكن أمان عندهم ما استمر طويلا في موضوع الانقلاب، أطيح به واستلم الوضع منغستو هايلة مريم. فهنا طبعا شعروا بأنه ليس هنالك مساحة يمكن أن تتاح لهم في إثيوبيا. طيب إذن المسلمون هم أول من رفع السلاح، المسلمون هم أعظم من قدم شهداء وقتلى في سبيل هذا البلد وهذا الوطن. كذلك النصارى أيضا كما تفضلتم بعد 10 سنوات. النصارى خلينا نقول في فترة ما بعد انهيار جبهة التحرير الإريترية، ما بعد انهيار جبهة التحرير الإريترية وانفراد الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا بالوضع في الساحة عموما عسكريا وسياسيا، هنا حسب ما أعرف من معطيات على كل ومن شخصيات كذلك عاصرت التجربة، كانت مساحات القتلى أيضا من النصارى في داخل التجربة كثيرة أيضا في الفترة الأخيرة بالذات يعني. فهنا أنا لا أجزم بأنه والله ما هو الحجم بالتحديد، إلا إذا كان ذهبت إلى موضوع الإحصاءات البشرية إنه والله نسبة السكان في البلد، ودي تحتاج نعم إلى نسبة السكان إحنا درسنا نعم. أننا 75%. نعم هكذا كان. بعدين جيتوا أنتم يا محققين قلتم لا في حدود 65%. ثم جاءنا النظام فقال 50%. نعم. وهذا حقيقة هذا التذبذب يجعلنا نعود إلى جغرافية إريتريا حتى نحدد جغرافية إريتريا. أين مناطق المسلمين؟ لا هي إذا ذهبت بالجغرافيا محسومة، لكن ماذا يقولون؟ أي نحن نريد جغرافية إريتريا. ماذا يقولون شيخنا؟ هم ماذا يقولون؟ هم يقول لك والله الجغرافيا المسلمة أوسع، لكن التكدس الديمغرافي أوسع هنا. لاحظت؟ طيب في نفس الوقت هذه على ربما تكون هذه لعبة. لا خلينا أنا دار أمشي دار أقول لك أنا مع هذا، خلينا نمشي في هذا الخط. خلينا نقول المرتفعات الإريترية الديمغرافيا مزاحمة، والمنخفضات الإريترية الديمغرافيا فيها متوزعة، لكن الديمغرافيا نفسها في حماسين وفي سراي وفي أكولوغوزاي ليست نصارى حتى تقول لي والله هذه الكتلة الديمغرافيا فيها واسعة وبالتالي هم لا أبدا موجودين قبائل الجبرتا والساهو كلها هذه موجودين فهي فيها. حتى على مستوى الديمغرافيا الموضوع فعلا، ولو كان يا شيخ برهان حسب قناعتي لو كان الأغلبية نصارى اللي أعلنت صدقني ما كان يحصل هذا النوع من التردد، يعني 50-50 51 هذا معروف. ثم هنالك يا شيخ برهان نقطة مهمة جدا وهو النظام، وكل الناس تعرفها، وهو أن عدد المخيمات الموجودة في شرق السودان، وذاك معلومة موثقة، لا يعترف النظام منها إلا ب120 ألف فقط. باقي الناس اللي هو 1,000,000 مليونين موجودين في المخيمات ولا يعترف بهم. فلو افترضنا انه والله الشعب الاريتري 7 مليون وعندك 1,500,000 الى 2,000,000 موجودين لاجئين موجودين في مخيمات في شرق السودان، هذه النسبة هو لا يعدها، وبالتالي الإحصاء أصلا محل إشكال، لا يمكن أن نعتمد. طيب عشان حسن أنا اللي عايز أقوله الآن، ثورة قام بها المسلمون، نعم، وأدخلوا معهم إخوانهم النصارى باعتبار المكون إريتري كامل، نعم، ثم أيضا معظم الشهداء والقتلى مسلمون، ومعظم الأموال التي كبت في هذه الثورة أيضا أموال إسلامية عربي، نعم، إما من الشعب أو من إخوانهم المجاورين من دول الخليج ومن العراق وسوريا وكذا كما تفضلتم في حلقات سابقة. في النهاية النتيجة كانت أن النظام الحكومة الإريترية اليوم 98% نصارى و2% مسلمين. كيف تفسر لي هذا؟
أحسنت. هي المشكلة أن الإطار الوطني الذي أعلن للأسف الشديد وتصور أبناء المسلمين بأنه والله هو إطار وطني حقيقي تجرد عن كافة الهويات الدينية والجغرافية والإثنية والقبلية، هكذا كانوا يتصورون يعني. وصدق المسلمون، كانوا صادقين في الذهاب إلى هذا المفهوم، لكنهم نسوا بأن الطرف الآخر لم يكن صادق. خلينا نقول خاصة من ذهب بهذا المشروع إلى نهاياته، سياس أفورقي ومن معه من النخبة التي اليوم تسيطر على الذين هم الأمين. قال له لا، خلينا نقول بأنه والله سياس أفورقي ومن معه من النخبة المسيحية التي ذهبت معه بهذا المشروع إلى نهاياته. جميل. هؤلاء لم يكونوا وطنيين بالمعنى الذي كان يتصوره شركائهم داخل التنظيم. يعني داخل التنظيم عندك الأمين محمد سعيد، عندك رمضان محمد نور، عندك محمد علي عمرو، عندك علي سيد عبد الله. هذه كانت عبارة، هذه القيادات التاريخية للجبهة الشعبية. وين هذا ما يسمونه علي قروانيا؟ عندك لا دقيقة، عندك إبراهيم عافا اللي هو قائد المكتب العسكري. أيوة. هؤلاء كلهم لما كانوا يقودون داخل الجبهة الشعبية ما كانوا يتصوروا أن المآل الذي ستنتهي إليه تجربتهم هي هذه الحالة اليوم. صدقني يعني كثير منهم كان يتصور أن الوضع في إريتريا أقل شيء سيكون هنالك مساواة في المواطنة، وأن الناس لا تظلمون ولا تظلمون. هذا هو الشعار الذي طيب، ما هم قالوا شعار النظام الآن في الدولة النصر للجماهير. نعم. يتكلم في خطبه الرنانة. نعم. وحتى أيضا سفراءه في أنحاء العالم دائما يختمون النصر للجماهير. نعم. فهل انتصر الجمهور الإريتري؟ الجمهور الدولة معظم شعبها 50% خارج البلد. نعم. مهاجر، ليس له جامعة، ليس له يعني اقتصاد تنموي مثلا، ليس له حقيقة ازدهار. من زار إريتريا يجدها لم تتحرك من عام 61. صح. لم تتحرك ولم تتقدم. نعم. فكيف صار النصر للجماهير؟ ما هو النصر الذي تحقق للجماهير؟ والنصر للرأس الأول أصلا، يعني هي النصر الذي يتكلمون عنه هو أن صاحب هذا المشروع الطائفي، صاحب هذا المشروع المختزل جدا، يعني هو الإشكالية شيخ برهان لما أنت أصلا تذهب إلى مشروع ضيق، هذا الضيق لا ينتهي إلى حال، في النهاية ستذهب شيئا فشيئا. يعني لو افترضنا أنك والله حاولت أن تجعل هذا المشروع يكون مشروع يعبر عن الحالة المسيحية وأقصيت المكون المسلم، بعد فترة حتلقى نفسك داخل المكون المسيحي نفسه ستذهب إلى أنه والله حماسين سرايا كل. طيب أنا أبغى أسأل شيخ حسن، معلش قاطعتك كثيرا. نعم. الجنرالات المسلمة الموجودين في الجيش الإريتري كيف استطاع سياس أن يقنعهم بهذا؟ المسؤولين المسلمين المسؤولين في الدوائر الحكومية وغير الحكومية كيف استطاعوا أن فعلا يقبلوا بهذا وهم يرون أن السير ماشي باتجاه النصارى؟ أنا أريد أن أفهم هذه النقطة. هو المشكلة شيخ برهان يعني بنية التنظيمات الثورية على وجه التحديد، إذا لم تكن أنت في العقد المفصلية لمفاصل القوة فيها لا تستطيع أن تؤثر كثيرا مهما كان على الدرجة. يعني مثلا إذا كان والله هنالك البنية الأمنية قابض عليها سياسة، البنية المالية قابض عليها سياسة أفورقي، لاحظت؟ من خلال البنية الأمنية والاقتصادية أنت مهما بلغت وجودك داخل المؤسسة فأنت في النهاية عبارة عن خادم داخل السيستم. سياسة أفورقي في وقت مبكر جدا سيطر على هذه الأجهزة، ثم سيطر على الحزب الخاص، الحزب الذي يحكم الجبهة نفسها. يعني داخل الجبهة الشعبية كان في شيء اسمه حزب الشعب الثوري، فهو كان يقود هذا الحزب ومسيطر عليه بشكل كامل. فبالتالي التعيينات التي تتم داخل الجبهة، التقديم، التأخير، العزل، التولية، كلها كانت تتم من داخل داخل الحزب. من يحاول أن والله يفهم ويستوعب واحد من اثنين، إما ينحيه خارج إريتريا يرسله كما حصل مع محمد علي عمرو. محمد علي عمرو في وقت مبكر كان يدرك خطورة السياسة الأفورقي، في سياسة أفورقي ما أتاح له فرصة أن يتواجد أصلا داخل البلد، جعله دائما يخرج مع في فترة الثورة، مرة يعملوا مندوب في الخليج، مرة يعملوا مندوب وين، إلى أن آخر مرة كان عامله سفير في اتجاه نيجيريا، ثم استدعاه وأدخله أيضا السجن. يعني هذه الشخصيات التي
استقبلت إسياس أفورقي لما جاء من حماسين وانفصل عن جبهة التحرير. هذه القيادات التاريخية للجبهة الشعبية هي التي استقبلته. اليوم كلها تقريبا إما أنها مقتولة كما هو حال رمضان، كما هو حال إبراهيم عافا. إبراهيم عافا إلى اليوم التحقيق داخل الجبهة الشعبية لم ينتهي بحيث نقول والله إبراهيم عافا مات موتا طبيعيا أو استشهد في معركة معلومة للناس. والغالب فيها أنه ما قبل المؤتمر الذي أراد إسياس أن يعلن فيه عن نفسه صف حاجة اسمها إبراهيم عافا ونحاه عن الطريق. ما هي فتنة ود علي فورتو؟ لا، ودع لي هذه اللي كنت أريد أقولها لك. مع ذلك شيخ برهان المكون المسلم لم يستسلم، يعني حرص عدة مرات من محاولات عديدة. أبرز محاولة كانت ربما هذه المحاولة، محاولة ودع علي، هذه واحدة من المحاولات الكبيرة والقوية والمؤثرة في إنه والله خلاص الناس وصلت كما يقولون إلى ذروتها، في إنه ما في طريقة لأن هذا النظام يمكن أن يعدل إلا بأن تكون فيه حالة انقلاب من داخل النظام. فكان هذا مثلا ودع علي هذا واحد من الأبطال الذين رأى بأن الوضع ليس مستقيما والحالة لا بد فيها من تغيير، وتحرك على كل بدباباته ووصل إلى قلب أسمرة وحصل على كل ما. طيب هذا الأمر شيخ برهان حتى أكمل هذا الأمر تحديدا ودع علي استغل لتصفية وجود ضخم جدا داخل الجيش وداخل الأجهزة الأمنية وداخل الأجهزة المدنية وشخصيات من الولاة كلهم بدأوا يصفونهم، ما أقل من لا اعتقلوهم جميعا. يعني عندك عبد الله جابر، عندك مجموعات في القيادات الولاة، حتى إبراهيم توتيل، يعني شخصيات كثيرة جدا تم اعتقالها. مسلمين، أيضا أبناء مسلمين، هذه كلهم مسلمين. لاحظت؟ فأنت حاصل تجريف التميز اللي تتكلم عنها، يعني هذا الوجود اللي كان داخل كلهم تقريبا نحوا وذهب به الى السجن. كانت هنالك محاولات اخرى ايضا اعرفها، وكان ما وصلت مرحله ان هي تصل الى النهايات، وللاسف الشديد بعضها تقريبا تم كشفه وتسليمه عن طريق دول مجاوره للحاله الاريتريه، سلمت القوائم الى النظام والنظام اعتقلهم وموجودين أيضا في السجن. فالمحاولات كانت كثيرة حتى ننصف أيضا أهل الداخل، ولا نتصور بأنهم كانوا أحجار كما يقولون على رقعة الشطرنج، ما كان لا كان لكن هي أدوار أشبه ما تكون بأدوار انتحارية، ليس بيدك مفاصل حقيقية في داخل الدولة. فأنت تريد تقوم بانقلاب تحتاج إلى هل لك والله وجود في البحرية، هل لك وجود في الطيران، هل لك وجود الحصة. فما يكفي أنه والله سلاح مدرعات وحده مثلا يمكن أن يقلب البلد. هذه كلها إشكالات على كل جعلت المسلمين في النهايات أنه والله بعضهم أشبه ما يكون بالموت كمدا، أنه والله أنا أتوقع والدعالي ما كان يجهل أنه والله المسألة فيها مخاطرة وقد تؤدي بحياته كما أدت فعلا بحياته. ذكرت لي مجموعة من القادة من المسلمين، نعم، مثل الأمين محمد سعيد ورمضان وعلي سيد وإبراهيم عافا وغيرهم. حتى كنا نسمع عن واحد اسمه علي والدقروانيا، يبدو لي أنه هذا علي أظن علي نفسه بتاعت علي هذا. نعم. أين هؤلاء القادة المسلمين؟ ربما لم يكونوا كما ينبغي من الصلاة والزكاة والطاعة، لكن هم كانوا هويتهم إسلامية. نعم. حتى قيل لي ذات مرة أن لما دخل الأمين إلى إريتريا جاءه أهله فقالوا لزوجته وكانت نصرانية لا بد لك أن تسلمي. نعم. فقالت قبل أن أسلم أنا لابد أن يسلم الأمين لأنه لا يصلي. مع الأسف يعني نسمع هذه القصة، لكن في النهاية هم قادة مسلمين ويمثلوننا. نعم. أين هؤلاء؟ نعم. هو للأسف الشديد كثير من هؤلاء أدوارهم كانت سالبة بصورة واضحة، لو استثنينا على الأقل في بعض الشخصيات كانت قوية، ما كانت شخصيات هامشية. يعني مثلا عندك علي سيد ما كان شخصية بهذا الضعف، يعني كان شخصية قوية ولها وزنها، ولذلك معظم الأقوياء شيخ برنس تجد أنهم تم تصفيتهم. يعني إبراهيم عافا تم تصفيته، علي سيد الأرجح أنه تم تصفيته، يعني ما مات موتا طبيعيا. محمد علي عمره أحيل على كل إلى السجن ولم يعد له ذاك الدور. كثير من القيادات التي يمكن أن نعتبرها والله يمكن أن تؤثر رمضان اسمه لا، رمضان والأمين للأسف الشديد كان أدوارهم ميتة وسلبية، ولم يكن ذاك لأنه كان متشربين الفكر الشيوعي أكثر من إسياس أفورقي.
يعني يبدو والذي جند حتى سياسة فرق الحال الشيعي هو رمضان محمد نور، فهو يعتبر نفسه منظر هذا التيار وكذا. ما كانت له تلك الأدوار للأسف الشديد، وحتى ما حصل من تنحية له في المؤتمر قبل الدخول إلى أسمر المؤتمر بتاعت كم 80، واضح أنه يقال طبعا بأنه مع الأسف لم نسمع منهم أنهم حجوا أو اعتمروا. لا، لن يحجوا ولا يعتمروا، هذه ما سمعنا عنهم ذلك. نعم، ما حجوا ولا للأسف. نعم. لذلك كثير من المسلمين، أديك مثال، واحد من يحكي لي واحد من أعيان وجهاء أسمر، يحكي لي ابنه يقول لي والدي دعا 3 من القيادات الكبيرة، أنا لا أريد أن أذكر لأنه جميعا ذهبوا إلى ربهم، لكنهم كان من القيادات البارزة التي يشار إليها داخل الجبهة الشعبية. ففي رمضان والده رجل كبير من أعيان وجهاء أسمر دعاهم إلى الإفطار في رمضان، طبيعي يعملوا اللي هنا. فيقول والدي جلس وهم جاءوا مع الإفطار وأكلوا، ثم والدي مباشرة سحب نفسه إلى منطقة الصلاة، عامل مكان الصلاة. فالجماعة ما قاموا للصلاة. فالرجل سبحان الله قال لهم يا أخي خلاص، أنا مهمتي التي دعوتكم لها عندي وضحت، كنت أريد أن أعرف فقط أنكم والله تنتسبون إلى ديننا أم لا تنتسبون. يا الله، هكذا رجل كبير يقول والله يا أخي ما معنى ألا تصلي وأنت تزعم بأنك مسلم؟ يا الله، وكيف سنقول بأنك والله أنت تعبر عننا؟ حتى واحد يقول لي، واحد من الخواجات اللي دائما يتكرر على إريتريا وكذا، فيقول لي واحد من هؤلاء الثلاثة نفسهم، يقول له يا أخي الواجهات التي تعبر عن المسلمين ما موجودة في الدولة. فيقول واحد من هؤلاء قال له كيف تقول هذا ونحن موجودين؟ قال لي يا أخي أنت هل تذهب معهم في صلاة العيد؟ هل تشاركهم صلاة الجمعة؟ هل فالخواجة هذا قال له لا. قال له طيب ما في، أنت لا تعبر عنه. مستعان. لاحظت؟ فالخواجة مدرك كيف تكون حالة التعبير عن مجتمع بعينه. فأنت إذا كان والله صحيح يجدونك في المواقع بتاعت الاحتفالات التي لا علاقة لها بالمسلمين، يجدونك في المواقع اللا أخلاقية يجدون، لكن لا يجدونك فيما هو يعبر عن هويتهم ودينهم، ولا يجدونك في مناطق الدفاع عنهم عندما تقع عليهم مظالم، ولا يجدونك في انه والله مثلا مكان معين. مثلا شريفه مثلا من الشخصيات ايضا اللي كانت قويه حقيقه، اللي هو محمد عمر، اللي هو شريفه، كان اشبه ما يكون الرجل الثاني بعد الفورقي. اين هو الان؟ من المجموعات ال 15 هذول ايضا 15 الذي سجنهم او قتلهم. ايوه، مجموعه ال 15 هؤلاء الذين ايضا اطيح بهم. فالشاهد يا شيخ برهان عمليه التجريف من 91 وإلى يومنا هذا أدت في نهاية المطاف، سواء كانت شخصيات وطنية أو كانت شخصيات إسلامية أو كانت شخصيات والله يهمها أمر هذا البلد بصورة من الصور، كل هؤلاء تم تقريبا تصفيتهم وتنحيتهم، ولم يبقى اليوم من يعول عليه من داخل النظام أنت تقول والله الشخصية الفلانية يمكن أن تكون شخصية يتم التعويل عليه. ما ترك شيء. الله المستعان. والله ما أدري ماذا أقول وبماذا أسأل. يعني حقيقة أمر محزن للغاية إذا كان هؤلاء قادة المسلمين بهذا الوضع، فليس بغريب أن تكون هذه هي النتيجة، أن السيطرة للنصارى، التحكم للنصارى مع الأسف الشديد. الحقيقة يعني كان بودي لو ركزنا، هل نجحت هذه الثورة وحققت أهدافها أم نحن ما زلنا في ثورة؟ أحسن. هو موضوع الثورة يا شيخ برهان سبحان الله، وأنا أقرأ مقالات وبيانات الرابطة الإسلامية الأريترية وخطاباتها، مثلا خطابات كبيرة مثلا في الأمم المتحدة وخطابات الرابطة في مختلف أقاليم أريتريا، أسمرة، كرم، قيران، سبحان الله كانوا يركزون على كلمتين، وكنت أقول هذا الوعي المبكر كيف أنهم كل خطاباتهم يتحدثون عن الاستقلال والحرية. الاستقلال والحرية، وكأنما سبحان الله كانت الصورة عندهم واضحة أنه يمكن أن يحصل الاستقلال ولكن يأتي نظام دكتاتوري مستبد، فلا تتحقق مع الاستقلال شنو؟ الحرية. ما الذي تحقق الآن للشعب الذي تحقق أنه في استقلال؟ يعني لا توجد الآن دولة تحت الاحتلال الأثيوبي، هنالك دولة لها علمها ولها حدودها ولها جيشها ولها جوازها ولها شعبها، هذا موجود، لا نستطيع أن ننكر ذلك، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بمجاهدات كل الشعب الأريتري إلى أن وصل للاستقلال. ما الذي بقي؟ بقي أن هنالك أزمة سياسية كبيرة جدا فيما يتعلق بالحرية، وفيما يتعلق بجزئية الاستقلال أيضا التعبير
عن الاستقلال من خلال سيادة الشعب على نفسه، في أنه والله يستطيع أن يبني مؤسساته ويبني نظامه السياسي ويختار دستوره. هذه كلها مظاهر الاستقلال. يعني أنا لا أستطيع أن أقول الوطن مستقل استقلال حقيقي وإرادته حرة إلا أن يعبر عنها من خلال إيه؟ من خلال مشاريع ومن خلال مؤسسات. للأسف الشديد حصل استقلال، هذا الاستقلال مختطف تماما، مختطف. ليس يعني الشعب الإريتري اليوم لا يحكم نفسه ولا يحدد مصيره ولا يحدد سلمه ولا يحدد حربه ولا يعرف إلى أين يتجه شرقا غربا. ما في أحد اليوم من الشعب الإريتري، لا حزب ولا غيره، حتى تكون الصورة أيضا. حتى زمان كنا نقول والله في حاجة اسمها حزب الجبهة الشعبية، يعني في بعض الدول يكون فيها أحزاب بتمرر مشاريع بتخطط لدولة. اليوم هذا كله غير موجود، ولا يوجد أيضا برلمان نستطيع أن نتكلم عن أنه والله البرلمان هو الذي يقرر مصير الدولة. الدولة الإريترية الآن باختصار يقرر مصيرها فرد واحد. الله هذا الفرد إذا كان والله أراد أن يضيعها سيضيعها، وإذا أراد أن يقيمها سيقيمها. هذه في ظل تفرج جميع المكونات تتفرج على هذا الرجل، الكل ينظرون إلى هذا. الله المستعان. طيب شيخ حسن، دور الخارج. نعم، دور الخارج من المسلمين وغير المسلمين، ما هو دورهم اليوم في أي حالة هم؟ أنا أسمع، أنا لست سياسيا صراحة. نعم. أنا مسلم، نعم. أحب ديني وأحب بلدي. نعم. ولست تابعا لكذا، وأحب أن أستفيد من مشايخي وأساتذتي. أسمع أن هناك معارضة يعني بلغ عددها 35 حزبا سياسيا، ربما قليل ربما كثير، الله أعلم. هذه الأحزاب السياسية التي تنشد العدالة، تنشد العدالة وتطلب الحرية، نعم. ماذا أنتجت لنا في هذه الفترة؟ أحسنت. هو حتى تكون الصورة واضحة، أول طبعا الأدوات داخل البلد، الأدوات التي يمكن أن تكون أدوات تأثير مجهضة تماما. أنت لست عندك اليوم مكونات اجتماعية متماسكة، حتى القبائل يا شيخ برهان لا توجد ما يمكن أن تسميها أنت مكونات اجتماعية قبلية مرتبة منظمة. هذا غير موجود. الحالة تجري في اجتماعي، ليست هنالك حالة حزبية مرتبة بحيث لا يسمح لأي شكل من أشكال التحزب الداخلي، لا يسمح حتى للنقابات، سواء كانت نقابات عمالية أو كانت نقابات إعلامية أو غيرها، يعني ما في شيء. هذا فأنت حتى يكون الصدى، يعني أنا هنا لا أريد أن أربط ماذا هناك حتى نعرف أيضا. فالداخل لا حراك فيه، يعني الداخل حصل فيه تجريف بالشكل الذي تحدثنا عنه، والمحاولات كلها التي حصلت في الداخل أجهضت، وبالتالي حراكات الخارج يا شيخ برهان ما لم تكن هنالك قبول سياسي خارجي أو قبول على الأقل دولي للحراك بتاعة المعارضة، أو يكون لها عمل مسلح فاعل تستطيع أن تفرض نفسها من خلال العمل المسلح الذي هو تقيمه على الأرض، أو يكون عندها والله معارضة الخارج زايد تنسيق مع أهل الداخل، فالداخل مع الخارج يستطيع أن يؤثر. ستبقى حراكات الخارج مهما قويت ستبقى ضعيفة. طيب ماذا هناك؟ هل هنالك حراك؟ نعم، هنالك تحركات كثيرة جدا. يعني خلال الفترات الماضية 20 سنة الماضية مثلا كان هنالك التحرك من إثيوبيا والسودان، كانت هنالك تنظيمات، نشأ التحالف الديمقراطي ثم نشأ المجلس الوطني الإريتري، يعبر على كل عن غالبية الحالة السياسية الإريترية تحت هذه المظلة. وهنالك مظلات أيضا أخرى تعمل بها بعض الاتجاهات. هنالك من 2018 التحرك انتقل إلى أوروبا، انتقل إلى أمريكا، لأنه الحالة في السودان والحالة في إثيوبيا كما تعرف، يعني الحالة في السودان بعد 2019 تقريبا تعطلت تماما، والحالة في إثيوبيا بعد 2018 المعارضة أيضا أغلقت مكاتبها، وطولبوا من أبي أحمد بأنه والله سرحوا أنفسكم واذهبوا إلى، فذهبت على كل كثير من قوى المعارضة إلى خارج البلاد، وصار تحركها في الخارج تقوم بكثير من الأعمال والمناشط، بعضها حقوقي فيعمل على كشف على الأقل الانتهاكات الحقوقية، ووصلت في بعض المحطات إلى مراحل متقدمة. حتى في مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة كان المعارضة مؤثرة وتقدم تقارير مؤثرة عن النظام وعن أوضاعه، لكن للأسف الشديد أحيانا أيضا يحصل تسييس لهذه الملفات، فتروح بعض القوى الدولية مثلا تستفيد من هذه الملفات للضغط على النظام، فيصل النظام معها إلى تسوية بدل أن تتحرك عليه القوى الدولية، فتتراجع هذه القوى أيضا إلى إيه؟ يعني ليس لها تأثير التأثير إلى الآن ليس كبيرا، ربما الآن نأمل إن شاء الله في كيف موقف الشعب الإريتري مع هذه الأحزاب؟
وما هذه واحدة من الإشكالات. كيف تفاعل الشعب؟ هذه واحدة من الإشكالات. لم توفق إلى هذه اللحظة المعارضة الإريترية في إنها تستطيع أن تحشد الشعب الإريتري في الخارج على الأقل نحو مشروع جامع. حتى هذه اللحظة دي نقدر نقول فشلت فيها المعارضة، وطيلة سنواتها الماضية تعقد مؤتمرات وتحدد مواثيق وتحدد قيادة، ولكنها تفشل في إنه والله تنزل هذه الرؤية وهذه البرامج إلى المستويات التحتية. على كل في إشكالات كثيرة جدا فيما يتعلق بأداء المعارضة، ومطلوب منها في تقديري إلى أن تغير نمط الإدارة حقها في كيف. طيب قبل أن نصل للنقطة يجب عليها أن تغير النمط الإدارة حتى يكون لها قاعدة شعبية. عندي سؤالان قبل أن نختم. السؤال الأول كيف عين إسياس أفورقي رئيسا لإريتريا، ومن البديل الذي سيأتي بعد وفاته؟ أولا البديل لا أحد يعرفه، علمه عند الله. لا أنت محلل سياسي. أيوة نعم سأتيك. كيف تقرأ الساحة في ظل حروب السودان ووضع جيبوتي والصومال وأثيوبيا وحرصها على البحر وتحالف تيغراي مع تيغراي نصارى إريتريا ونصارى أمحارة وما يقوم به إسياس اليوم في المنطقة، وسمعنا أنه أيضا يقرب ابنه كثيرا. أنت سياسي، ما هو رؤيتك في هذا الباب؟ كيف يعين أولا هذا الرجل رئيسا لإريتريا؟ أحسنت. كيف رئيسا غير منتخب؟ نعم إلى يومنا هذا. أحسنت. كيف عين؟ طبعا هذه لها علاقة مباشرة بالحزب الذي وصل إلى أسمرة يوم التحرير. فكان كان رمضان محمد نور يقود إلى المؤتمر ما قبل الدخول إلى أسمرة، كان يقود الجبهة الشعبية رمضان محمد نور. لما خلاص المسألة بقت على مشارف التحرير، إسياس أفورقي تصدر المشهد وألزم، كلمة ألزم دي خط تحت خطوط، ألزم رمضان محمد نور إنه يقدم استقالته في المؤتمر عن الترشح. أيوه كده ألزمه بأن والله أنت يا سيادتك أنت أديت ما عليك تاريخيا ومشكور جدا، فقل لهذا المؤتمر. ورمضان وقع على هنا إنه خلاص أنا استقيل. طيب فصار سياسة فقال من إيش؟ أيوة لا يترشح في المؤتمر. ما هو رمضان إذا رشح مع سياسة فرقي لن يأتي. لاحظت؟ المكون المسلم أكثر. المكون المسلم، ووقتها برضو يبدو لي حتى عند المسيحيين رمضان كان مقبول. رمضان كان وقت المقاتلين بالذات، وسط المقاتلين. طبعا هو نحى إبراهيم عافا قبل المؤتمر بتصفية مش معروفة حتى الآن كيف تمت وأين تمت. تصور رئيس مكتب عسكري للجبهة الشعبية لا يعرف كيف كانت المعركة ومن شارك في هذه المعركة وكيف أديرت، وهل هي معركة كبيرة ولا معركة صغيرة. كل هذا يعني الموضوع إسلامي نصراني حتى في الميدان. هو صف كل شخصية يمكن أن تؤثر على، بل أقول لك أيضا حتى أيضا نكون دقيقين، حتى أبناء النصارى الذين كانوا يرون ديكتاتوريته يسمونهم المنكع، كان يرون أن سياسة فورك شخص ظالم ديكتاتور ديكتاتوري ظالم. أيوة صفهم معروف القضية. تم تصفيته. فهو كل من يقف في طريقه تم تنحيته. فجاء بعد ذلك إلى التحرير والأرض مبسوطة له. ثم بعد كده المؤسسات كلها، مؤسسات الجبهة الشعبية سيظل هو رئيسها الذي ستقدمه وهكذا. انتهت الحالة إلى أن يكون هو الشخص الذي، لكن بعد ذلك طبعا وضع دستور سنة 97 ووضعت منظومة قوانين للأحزاب يفترض كان يحصل فيها تقييد لسلطة الرئيس ويحصل فيها انتخابات وتحصل فيها منافسة. هو قبل أن يصل الناس إلى هذه المحطة فجر الحرب مع إثيوبيا، حرب 98، وإلى يومنا هذا علق الدستور وعلق الأحزاب وعلق كل شيء. يعني ما في شيء اسمه وبل صرح أكثر من مرة بأن والله الديمقراطية لا تحلم بها ل50 سنة لقدام. كده ما في ديمقراطية في البلد، قال لا تحلم بها. طيب الآن هل فعلا هنالك شخص نستطيع أن نشير نقول والله فلان هو الذي؟ من الصعب جدا يا شيخ برهان. النفسية بتاعت إسياس أفورقي هي والنفسية لا تسمح بمنافس. يعني مثلا سبحة فريم كان وزير الدفاع، اشتهر فترة من فترات وظهر اسمه وكذا، فجأة بعد فترة سمعنا بأنه والله أتت إليه مجموعة وضربته، أطلقوا عليه النار وعطلوه وشلوه، والآن هو على كل طريح الفراش. فما في وجه اليوم لا تقول لي مسلم ولا غيره. لكن ما الذي فعله إسياس أفورقي في الدولة الإريترية الآن؟ إسياس أفورقي أوجد البيئة التي، يعني كأنك تشير أن سبحة إفريم
هي عملية من عمليات سياسة فرق. ما أشك في ذلك. هو صفها هو صفها ورقدوا الآن يعني صحيح ساهم في علاجه وكذا، لكن بحيث لا يقوم بعد ذلك. رجعوا أسمرة بعد ما عولج في الإمارات وصار كأنه جثة هامدة. الآن ما الذي فعله سياسة فرقي؟ سياسة فرقي ما في الآن رمز، صحيح يتحدث عن ابنه، لكن ليست هنالك معلومة مؤكدة إن الطريق أمام ابنه سالك حتى الآن. هنالك أجنحة عسكرية، هنالك شخصيات يمانة قبر آب، يمانة قبر مسقل، الشخصيات اللي ذات طابع سياسي، حقوس كشة اللي هو مسؤول الاقتصاد، في شخصيات وازنة حتى الآن في المشهد. وبالتالي هل ستتقبل ابنه؟ في شخصيات عسكرية زي فيلبوس اللي هو رئيس الأركان. فإلى الآن لا نستطيع أن نتكلم عن إنه والله البديل هو فلان ابن فلان. نظريا في السيستم بتاعتهم إنه يفترض من يقود الحزب في حالة فراغ في الدولة هو الأمين العام للحزب، يفترض هذا الوضع الطبيعي. لكن سياسة فرقي ما فعله على كل بموضوع الدولة الآن هو أوجد البيئة التي يمكن أن تنتج من يتم اختياره. فهو حدد زي ما قلت 98% من أجهزة الدولة دي لا تتصور إنه والله أن يكون من خارجها، يعني في نهاية المطاف نعم الدولة جنرالاتها معروفين، رموز السياسية معروفة. يعني لا يوجد في الساحة حزب سياسي مناهض ممكن يكون لا حزب ولا غير حزب، ما في يعني حزب يقدف لا حزباوي قنبار. يا ريت يا شيخ، أنا أحيانا أقول ليته سمح أصلا بفاعلية الحزب نفسه. ما الحزب يا شيخ برهان بتتفاعل في المكونات كلها، هو لا يريد هذا. الحزب نفسه خامل. صحيح في الآونة الأخيرة لما أراد أن يحرك ابنه زي ما تفضلت، لما أراد أن ابنه يأخذ وضعية حرك الابن داخل الشبيبة الجديدة هذه، مجموعات الشباب والطلاب وكذا، لكن إلى الآن ما أخذ الوضعية اللي بتخلي هذا الشخص على الأقل ينظر. طيب هل ممكن نقول إسياس هو سلطان من السلاطين وملك من الملوك مثلا ويريد أن يورث؟ يعني لو حكم إسياس بنظام الملكية وبنظام السلطة ولكن بالعدل والحرية، أنا أتوقع كان سيجد من يدعمه حتى من المسلمين. ما رأيك في هذا؟ وعلى كل شيخ برهان من قضيتنا قضية الحرية والعدالة كما تفضلت. نعم الحرية والعدالة. أنا طبعا عندي رؤية أن مسألة الملكيات بعد مجيء الشريعة الإسلامية ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم، الملكيات لا تحقق عدل ولا حرية قولا واحدا. الملكيات تحقق العدل والحرية في حالة واحدة، أن يكون الذي يقود الدولة رسول صلى الله عليه وسلم فقط. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. طيب لاحظت ملك عضوض ماذا تفسر؟ لا الملك العضوض يا شيخ برهان، الملك العضوض فيه أصلا اغتصاب للسلطة، فهو قد يحقق لهم مساحات في الإطار العام، يخلي الناس يعبدون الله بدون بالضبط يعني 75% حرية. أيوة عدالة، هذا قصدي. لكن صفر عدالة صفر حرية. نعم، لكن العدالة التي ننشدها اللي هي العدالة التي تجعل الشعب يقرر مصيره، يقرر مستقبله، ما بتكون عبر ملكية. ثم نحن الآن هو يعني يقول دولة إريتريا، حتى جمهورية ما قال، لأنه خايف زي ما تفضلت ذاته. الجمهورية ما لها دلالات، الجمهورية لها دلالات وهو نصر الجماهير، مش كده؟ أيوة. المفروض النصر الجماهير حقيقة الجماهير تفرز قيادتها. هو لا خلاها جمهورية ولا خلاها ملكية واضحة، حتى الشعب ذاته يعرف إنه والله الملكية ما فيها ميزة واحدة. قال له الشعب مطمئن إنه والله السلطة ستنتج من خلال الأسرة الفلانية، انتهينا. فتكون ما عندك قلق ولا عندك خوف ولا كذا. اللحظة التي يموت فيها، إذن أقرب ما نقول هذه الدولة صليبية نصرانية تمكن للنصارى في إريتريا، بدليل أن كثيرا من الذباب الإلكتروني بيقول أنتم لستم أبناء إريتريا. نعم. أنتم من مهاجري الدول العربية والإسلامية. نعم. وليس لكم تاريخ في إريتريا. نعم. هكذا يقولون. وعلى كل وصل إلى هذه النتيجة عمليا، لم يعلنها اليوم دولة كنسية، لكن عمليا وصل إلى مرحلة أنه صور الدولة هذه بهذا الشكل. نعم. في ثقافتها، في لغتها، في تلفزيونها، في مشاهدها الدينية التي هو يشارك فيها. اليوم أنت لما تنظر إلى المشهد في إريتريا لا تشعر بأن هذه الدولة ذات تعددية دينية ولا تعددية ثقافية، أنت تشعر بأن والله السيستم لهذه الدولة هو أنها دولة
أشبه ما تكون بدولة هيلي سلاسة التي كما تفضلت هو ينظر إلى الدولة أنها دولة مسيحية، والمكونات المسلمة هذه دورها فقط أن تكون خاضعة لإيه؟ خاضعة للملك. هذه الوضعية على كل وصلها الآن السياسة فورقي، ولذلك البيئة التي أن تنتج الآن الحالة بيئة معروفة، لن تخرج الحالة من هذه المجموعة التي سميتها لك يعني. الله المستعان. أصبحنا نحن الآن الضحايا. نعم. فالمسلم لا يستطيع أن يبني مسجدا جديدا. نعم. والمسلم لا يستطيع أن يبني مدرسة تعلم القرآن الكريم. نعم. مدرسي القرآن الكريم دائما هم المتهمين بالإرهاب ويرمون في السجون. نعم. ويرمون بأفظع التهم. نعم. الباطلة، فهم اللوطية، فهم السارقين، فهم هكذا. نعم. الذباب الإلكتروني ينشر هذه الأمور. نعم. وبالتالي التشجيع إلى الهجرة بالضغط على المسلمين، فالشاب لا يستطيع أن يعيش في بلاد إريتريا، لا راتب لا مستقبل لا كذا، فيضطر أن يهاجر. فإذا مات في الطريق يكون هذا حظه، وإذا نجا يكون قد نجا. فنحن كمسلم في الحقيقة لم نتمتع بكلمة النصر للجماهير. نعم، لم نكن جزء منها. لم نكن جزء. لكن أنا أراهن شيخ برهان إن شاء الله يقولون بأن الصراعات تلعب فيها الديموغرافيا بشكل كبير، اللي هو هذه الدولة التي يحاول هو أن يجعلها بكل هذه الطريقة هي محاطة بالكتلة السكانية المسلمة من كل وجه، يعني لا سبيل أصلا أنت أن تذهب إلا أنك والله تحاول أن تجعل هذه الدولة دولة الحق والعدل والحرية وكذا تجعل. لكن لو أردت أن تذهب في اتجاه الحالة الطائفية أنت ستخسر كثيرا. يعني حتى فكرة هو يحتمي بحالة التجراي، من قال لك إنه والله حالة التجراي ستحميك؟ يعني إذا حولتها أنت بهذا الشكل لن تحميك أصلا تجراي، لأن أيضا المكون المسلم لا يعدم خيارات تحالف أخرى داخل الحالة الإثيوبية نفسها. هي التحالفات ليست متاحة لك فقط، متاحة أيضا للمكونات الأخرى. فهي ليس أمام الإريتريين في تقديري إلا أن تذهب هذه الدولة في أن تكون دولة لكل مواطنيها، ويشعر فيها الجميع بالمواطنة، ويشعر فيها الجميع بالأمن من الخوف، والإطعام من الجوع، والمشاركة في السلطة، والمشاركة في الثروة، والتعبير عن الهوية بمختلف اتجاهاتها، وأن يأمن الناس على أديانهم وعلى أعراضهم. ما عندك خيار آخر. وبالتالي إن شاء الله الشيء الوحيد الذي نراهن عليه أن المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى ليس لهذا النوع من العقليات الانكفائية الشوفينية التي تعمل على اختزال دولة كاملة واختطاف ثورة شعب لمكون محدود، إنما المستقبل إن شاء الله للانفتاح والحريات والمشاركة، وأن تكون إريتريا للجميع إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ حسن. نختم في دقيقة عن أخبار الشيخ آدم شعبان والمظاهرات التي الحقيقة يعني طالت أوروبا كلها تقريبا، وفي 19 سبتمبر القادم هذا ستكون هناك مظاهرات أيضا في أمريكا. حول هذا الموضوع آخر التطورات ماذا تفيدنا؟ هو حقيقة الواحد أول يشيد بكل المجموعات التي تحركت، سواء كانت الجهود بسيطة أو كانت الجهود كبيرة، لأن الحدث سبحان الله يعني أشعل فتيل على الأقل. وسبحان الله هذه من بركة القرآن الكريم. شوف كيف كان مدرسة الضياء وما حركته، واليوم بفضل الله عز وجل يعني لما تأتي شيخ برهان المعركة إلى الهوية وإلى آخر معقل في الهوية، وهو أنه والله اليوم ليس أمام المسلم إلا أنه يقرأ القرآن. نعم. ما في حاجة أخرى. لا أنت عامل لنا معاهد ولا عامل لنا كليات ولا عامل لنا جامعات ولا رابطنا مع عالمنا الإسلامي، أنت ضربت على المسلمين. فعندما تكون والله النهاية بهذا الشكل، أنك تذهب إلى الناس أن تعصرها في آخر معقل من معاقلها، فهنا تأتي قضية الانتفاضة بطبيعة الحال. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى الكل تقريبا بعيدا عن أي اصطفافات أخرى، المسلمون يتحركون في كل المواقع. بدأت التحركات في بريطانيا، ثم بدأت بعد ذلك في الدول الأوروبية الأخرى، في فرنسا، في غيرها، وماشي حتى كندا أيضا ما شاء الله حصل فيها نشاط طيب جدا وظهر هذا النشاط، وذاهب الناس إن شاء الله إلى المهم في الموضوع أن لا تكون هذه عبارة عن نشاط منقطع. يجب أن يتحول هذا النشاط إلى نشاط يؤدي إلى انتظام الحالة وانتظام الكتلة الجماهيرية التي تكلمنا عنها، التي عجزت القوى المعارضة أن تنظمها. كيف تتحول هذه الكتل إلى أن والله هذا الأمر يتحول إن شاء الله إلى اصطفاف جماهيري واسع يحدد بإذن الله سبحانه وتعالى من خلاله ماذا يمكن أن يحصل في الخارج، خاصة في الدول الحرة وبقية البلدان.
مشاهدي الأكارم، هذا أخوكم برهان يحييكم، أسأل الله تعالى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى بلادنا سالمين في ظل الحرية والعدالة، ليس للمسلمين فحسب بل لجميع المكون الإريتري. السلام عليكم. إريتريا 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 قد داحرت بغيظهم أعداءها وتوجت بالنصر تضحياتها. إريتريا 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 قد داحرت بغيظهم أعداءها وتوجت بالنصر تضحياتها.